السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم من جديد في قناة كوغشي مود. أول حاجة كنشكر أي بنت خلات ليا تعليق زويون بحالها، التعليقات ديالكم كتدعمني وكتخليني أنني نستمر. هاد الليبه اللي كتشوفوا قدامكم راني كنت خدمتها شحال هادي، والزبونه بغات تبدل ليها الديكور ديال العقيق. هذا هو الديكور اللي كان سابقا. انا فكيت العقيق وعاودت خدمت هاد الشكل اللي كتشوفوا دابا. قلت علاش لا نشارك معكم الطريقه اللي كنركب بها العقيق. هاد الطريقه راه غتخدموا بها المرمى ديال الكروشي، غتخدموا بها يعني اي زواقه في كروشي بغيتو تركبوا فيها العقيق داير، هي دي هي الطريقه. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، كنتمنى دائما تدعموني. اللي ما شاركاتش في القناه تشارك في القناه وتخليو لي تعليق. اللي عنده اي سؤال كنرحب وكنجاوب على الاسئله ديالكم دائما. بسم الله ونبداو الدرس ديالنا. هاد الموديل غادي نحتاج العقيق على 2 الوان والخيط على 4 شعرات. البنات باش يجيكم العمل ساهل خدموا بالمرمى، ركبوا المرمى بالمقلوب. بهذه الطريقه ركبوا المرمى بالمقلوب وديروا العقيق ديالكم لداخل. كيف كتشوفوا ما كيطيحش لكم وكتسهل الخدمه. هاد اللون اللي كيبان لكم هنا مختلف على الخدمه، كانت فيه هاد الشميشه، كانت الزواقه ديال العقيق مختلفه وكانت الشميشه هنايا. مع المده ومع المصلوح هو اللي كيطلق هاد اللون، تيطلق في هاد الخدمه. غير باش تكونوا على علم البنات اللي كيخدموا، انا بديت الخدمه شنو درت؟ خدمت 5 الاسطر، 1 2 3 4 5 الاسطر او 5 الفراغات. غادي نجي هنا غادي ننقز 4 الفراغات وغنخدم في الخامس. كنحسبوا الفراغ اللي الوسط مباشره. هنا بديت الخدمه من هذا الفراغ. الطريقه اللي غنوريكم هنا راه هي اللي بديت بها هنايا. بديت الخدمه من هذا الفراغ، دخلت الخيط في القنت وبديت خدامه بهذه الطريقه اتجاه المثلث ديالي بهذه الطريقه. هنا غادي نوريكم نفس الطريقه ديال العمل. هذه هي العقيقه اللي عندي الوسط، وهذا هو الفراغ اللي حداها اول فراغ. غنحسب 1 2 3 4 الفراغات، ها هو الخامس كنمشي مباشره في الوسط. الخامس عندي مربع، الفراغ على شكل مربع، كنجي في هذا القنيت وكنثبت الخيط ديالي في هذا القنيت. عندي هذا المربع فيه 4 القنات، انا غادي نمشي للخدمه لهذا الاتجاه. اذا غادي نجيب البرا من هنا وغادي ندخل الخيط وغنمشي في هذا الاتجاه مع النيشان. انا هنا غادي نخدم باللون الثاني، غندخل العقيقه ديالي وغادي نمشي ندخل في القنت اللي مباشر مع القنت الاول، يعني في القنت ديال الفراغ. ناخذ عقيقه اخرى. هاد الخدمه كطلع دغيا دغيا. لاحظتوا كنتمنى الصوره تكون واضحه. غنمشي للفراغ الثالث، انا كنخدم بشويه على حسب التصوير. شوف راه كتجي ثابته ما كتحرك ما والو. كنتبع الخط فين ماشي، القنات فين غادي باش ما نتلفش. وان فوا غتبداو الخدمه راه غتبان لكم كيفاش غادا. عندي هنا حسبت، عندي هنا 11 عقيقه، يعني حتى هنا غادي يكون عندي 11. كنبقى غادا بنفس الطريقه. البنات هاد النبات راه كيطلع دغيا دغيا، غير انا معنكشه شويه مع الكاميرا والتصوير، داكشي علاش كنتعطل وكنحاول نخدم معكم بشويه باش تفهموني ويبان لكم العمل اكثر. غنبقى غادا بنفس الطريقه وانا كنثبت الحجيرات ديالي. في اول سطر، هاد السطر الاول انا بديته من الوسط، ولكن ملي غنجي لهاد السطر الثاني ما غنبداش من الوسط باش نكمل الخدمه نيشان. هذا بديته من الوسط باش نقاد به الحساب، باش يجي مباشره من هنا. غادي نكمل هذا نخدمه هاد الاتجاه الاخر ملي غنسالي من هنا، وفي هاد السطر الثاني غنبدا من هنا ولا من هنا باش نجي مهوده بهاد الطريقه حتى كنوصل للقنت وكندور بلا ما نقطع الخيط بلا والو. الخدمه كتجي ثابته، ما كتقطع ما والو. غير ركزوا على ان الخيط يكون دائما على 4 الشعرات وكنكملوا حتى كنوصلوا لاخر فراغ اللي هو 11، رقم 11.
أنا هنا شنو غادي ندير، غنثبت الخيط في الظهر ديال الخدمة وغنعاود نبدا الخدمة من هنايا باش نخدم هاد السطر اللي الاتجاه الآخر. علاش البنات كنخدم بهاد الطريقة؟ حيت العقيق خصو يبقى غادي في نفس الاتجاه باش ما يجيكمش عوج. بديتو هكا كتكملو هذا بحال هكا بهاد الطريقة. غنجي البنات غادي نثبت الخيط ديالي في هذا القنت ديال الفراغ اللي كيجي مايل مع بداية الفراغ. عندنا هذا الاتجاه وعندنا الاتجاه الثاني. انا ثبت الخيط ديالي، نعاود ندخلو وغناخد العقيقة بنفس الطريقة غادي نخدم هذا العمل. كندخل البرة في القنت، كنحاول ما نشدش غير شويه، نشد في البلاصه اللي غليظه باش الخيط ديالنا يبقى ثابت. كناخد واحد البلاصه اللي غليظه شويه في القنت باش الخيط ديالي ما يتقطعش ليا وهذا ما يبقاش يتحرك، يجي ثابت. غناخد العقيقه ديالي وغادي نمشي لهنايا وغندخل البرة، كنجر مزيان حتى كتثبت ليا العقيقه. عاد كنمشي نخدم العقيقه الثانيه. السطر الثاني كيف قلت لكم ما غاديش نبدا من هنا، انا صافي حددت الوسط ديالي، يعني انا دابا غنبقى خدامه بكل سهوله. غنبداه من هنايا، غادي ننزل العقيق وغندور نيشان باش ما نحتاجش انني نبقى معنكشه في الخدمه ولا نقطع الخيط. نفس الطريقه غندخل العقيقه في القنت وغنعاود نخرج البره من القنت الثاني. لا عندكم اي سؤال خليو لي في التعليقات. نبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنكمل 5 سطور ديالي، يعني 5 اللي درت هنا غنديرهم هنا وغنعاود ننقز 1 2 3 4 الفراغات وغنعاود نبدا في الخامس. غنبدا هاد اللون وغنبقى غادا بنفس الطريقه في الطوق ديالي كامل حتى كنكمل الطوق ديالي. ملي غادي نوصل لهنايا انا عندي هنايا العنق في الجلابه كيجي بهاد الطريقه. هذا القب اللي كتلبس جلابه كتجي بهاد الطريقه. هنا شنو غادي ندير؟ غنحسب الربعه ديالي اللي كنفوت هنا وغنخدم غير البلاصه اللي غتكون باينه. في هاد الجنب غادي نخدم بالعكس، ما نخدمش هنا، ما غنمشيش هكا، لا غتبقى هذه مقلوبه، غنقلبها وغادي نخدم هنايا البلاصه اللي باينه. غنحسب 4 وغنخدم البلاصه اللي غتبان ليا ملي غادي نكون قالبه القب ديالي، قالبه العنق. وهنايا غادي نخدمو بالعكس، غنخدمو من هذا الوجه. العقيق هنا غنخدمو بهذا الوجه، ما نخدموش من هنا، غنخدمو بهذا الوجه باش يجي باين ملي كتلبس الجلابه وكيطيح العنق على الكتاف. خدمت هذا السطر، غادي نجي هنايا غادي نحسب من هنا 1 2 3 4. غنحسب 4 العقيقات من هنا. هاد العقيقه الرابعه غادي نخدم العقيق بهذا الاتجاه العكس بحال هكا، غنتبعها بهاد الفراغات بهاد السطر حتى لهنا وغنجي للعقيقه الثانيه وغادي نخدمها بنفس الطريقه حتى لهنا والثالثه والرابعه، يعني 4 الاسطر من هنايا من هاد العقيقه الرابعه. ولكن كي قلت لكم ما غاديش نخدمو في هاد الجهه، غادي نقلب العمل ديالي وغادي نخدمو بهاد الطريقه، غنخدم على هاد الوجه. كنتمنى الصوره تكون واضحه. انا قلبت العمل ديالي، قلبت الفتحه العنق ودخلت البرة من العقيقه الرابعه كي قلت لكم، وكنبقى متبعه الفراغات اللي عندي كندخل فيهم العقيقه. عندي شي 4 الفراغات تقريبا هما اللي غادي نخدم، وغنتبع 4 العقيقات كاملين غنخدم منهم ونكمل بالاتجاه المعاكس. ما ننساش الطرف الثاني حتى هو غادي نخدمه بنفس الطريقه. غادي نقلب العمل وغادي نخدم من 4 العقيقات، غادي نعمر الفراغات اللي عندي حتى لنهايه فتحه العنق. وهذه هي النتيجه ديال العمل. بالنسبه للشميشات كيبقاو اختياريين، كتعزلي بلاصه فين بغيتي تحطيهم وبغيتي تركبيهم ما بغيتيش تركبيهم على حساب الذوق ديالك. انا ما صورتش لكم التركاب، كنظن اي وحده غادي تعرف تخدم الشميشه غير بالبره والخيط.
يعني طريقة ساهلة، غير الخيط دائمًا يكون على 4 شعرات باش يشد ليكم شميشة مزيان ويشد ليكم العقيق مزيان. كنتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم، شكرًا للمتابعة وإلى اللقاء.